المشكل. عاودي لي القصه ديالك مع الراجل اللي تزوجتي به بلا ورقه. اختي انا تعرفت على واحد الدري عندي 19 عام. تعرفت عليه نهار شافني نهار الاول قال لي بغيتك. انا ما تشيقت، جيت سولت واحد بنت جيراننا قلت لها راه طرا ليا وطرا ليا، قالت لي ماشي مشكل كتوقع عادي كتوقع لما يشوفك شي حد ويبغيك تبقى اول مره. قالت لي ماشي مشكل. صافي عاودت تلاقيت معاه نهار الثاني قال لي نهار الحد غيجيو دارنا، جاب خوه ومرت خوه وخالته جاو ودوزنا داك الشيء. شافك اليوم تزوج بك غدا بحال قلتي تلاقيت معاه بسيمانه جا، انا علمت والديا جا درنا داكشي اللي قسم الله. صافي خطبوني، ملي مشاو مو قالت ليه باقا صغيره باينه خفيفه ما عندك ما دير بها. هو ما قالش لي، جا عندي في العشيه بحال الدري ما كاين حتى حاجه، مو ما بغاتنيش. هو جا عندي بحال ما كاين حتى حاجه. صافي بقينا، قال لي يلاه قرب العيد الكبير غنتكاتبوا. بقيت كندخل انا وياه نخرج انا وياه عادي. شحال في عمره هو هذا الولد؟ عنده ديك الساعه 26 عام، يعني بعقلو تيعرف اش كيدير. 26 عام. صافي بقيت كندخل انا وياه نخرج انا وياه، حملت. يعني ما بقيتوش كتسناو شويه حتى تقادوا الوريقات ديالكم دغيا، درتو بحال مجوجين بحال معاشرين؟ انا صافي مني جينا وقرينا بني جا عند با وقرا الفاتحه وداكشي صافي وليت كنحسبو راجلي. ايوا صافي حملت بالبنيه. انا ما عارفاش ديك الساعه باقا صغيره، ولات عندي شهر وجوج سيمانات. المهم قلتها ليه، قلت ليه فلان انا ما جاتنيش العاده الشهريه، مشي ندير التحاليل. مشى معايا لقاني حامله. السيد بحال تصرفق بحال ما كان معول. هو اصلا ملي قالت ليه مو ما بغيتهاش صافي ما بدا كيتخوى. يعني هو واقيلا ملي قالت ليه مو ما بغيتهاش راه هو حيدك من دماغه. غير اختي ديو جاي معاك الطريق وصافي. بقى عليا صافي صبرين غنكري ليك، قرب العيد الكبير نتكاتبوا ونكري لك. بقيت معاه دات 6 شهور. ولكن هو ديك الوقيته شنو منعو ما يتكاتبش معاك؟ قال لي تيقرب العيد الكبير ونطمعني عيب تيقرب العيد الكبير. قال لي ونتكاتبوا على ما قلبنا على الكرا جمعنا شويه فلوس ونكري ليك. صافي ولات عندي اختي 6 شهور فكر شي جا وصلني حتى للدار عادي. كندخل انا وياه نخرج انا وياه. كتدخلي انت وياه قدام باك قدام عائلتك حتى هما كيعتبروه راجلك؟ با كان مسافر مو عارفه. صافي تا مشى في الصباح هز حوايجو مشى لبرا. هو مبلاني مسافر. نضت انايا مشيت لاسفي عند خالتي، قلت لها با الا جا ولقاني زعما هذا الشيء راه غيقتلني. با ما كانش. قالت لي امك عارفاك ماشي مشكل. قلت لها با لا جاي يقتلني. امك اش كانت تقول في هذا الشيء؟ امي عارفاني كنت معاه، امي كنت انا وياها كنقول لها كلشي، كنعاود لها كلشي. صافي عيطت خالتي عيطت لامي جات عندنا. قالت لها ضروري تهضري ما بينها وبين با راه غيقتلها. قالت لي غتبقاي في اسفي تتولدي بلا ما تجي بلا ما يعرفك باك. بقيت في اسفي تولدت. بغيت نرجع للدار البيضاء قالت لي وهو لا خبار لا حتى حاجه عليه. الخبار ولدت وما ساقش لي الخبار. صافي دارت عندي ديك الدريه 6 شهور المرض. صافي بغيت نجي في حالاتي، عندي ما نبقى ندير في اسفي. بقات امي كتحايل با تا قالتها ليه، قالت لي راه كاين وكاين. صافي قالت لي ما عندنا ما نديرو. هو مشى جيبي الدريه، قالت لي اجي نمشيو لدارهم. ملي مشينا لدارهم جرات علينا امو، قالت لها هو دري صغير وهي دريه صغيره، داكشي داروه في الزنقه يبقى في الزنقه ما عندي ما ندير. بغينا نمشيو للمخزن. با قال لي ما توصليش للمخزن غتشوهيني، غدا مشيتي للمخزن غنقتلك. صافي وبقيت اختي، بقات معايا البنيه كتكبر دابا راه عندها 5 سنين. هو لا خبر لا حتى حاجه الان. لا اوراق لا حاله مدنيه للبنت، لا جواج، لا حتى شي حاجه والو اختي. الان العائله ما وقفتش معك؟ عائله ديالته هو اللي كانوا عارفين؟ حيت قلتي لي نهار الاول جات خالته كتلاقى معايا الزنقه كدير راسها ما كتعرفنيش. حتى هما نكروك والو. مازال خوك كيتلاقى مع بنتي في الزنقه كيشري لها شي حاجه. وهذيك البنيه شنو درتي معاها؟ وريقاتها شنو كدير؟ شنو باقا عادي دايره لها ورق ديال السبيطار، ما عندها حتى شي زعما الكنيه. امي اللي عاطيه الكنيه هكذاك. امي اللي عاطيه الكنيه. نعم. وخا لمياء شكرا لك.